يا مساء الفل. عارفه انت الكيكه اللي مهما عملتي انواع كيكات لازم تعمليها؟ مهما مهما جبنا بقى شوكولاته، كيكات مش عارفه ايه، تايجر، غيرها، لازم نعمل الكيكه دي على الاقل مره في الاسبوع. فيها ريحه امهاتنا كده، وفيها دفى الشتاء، ومفيش شاي يحلى من غير ايه، قطعه من الكيكه اللي انت شايفاها دي. وقد ايه بتطلع ناجحه بالطريقه اللي انت شايفاها دي، ولونها تحفه. هقولك في الفيديو ده ازاي تستخدمي مكونات تخليها تطلع معاكي ناجحه كده، مفيش فيها اي فراغات. هدي كده في الخلاط، كل مكوناتنا في الخلاط وسهله جدا. هتجيبي عندك الخلاط، هتنزلي باربع حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ. هتنزلي عليهم بقى ايه، كل بيضة بتاخد كيس من الفانيلا، ولو عندك فانيلا سايلة هتحطي ايه معلقة كبيرة. بعد ما تحطيهم كده هاجي عليهم ايه بمعلقة من الخل، والخل بيعتبر محسن طبيعي، ومن الحاجات كمان اللي بتخلي الكيكة معاكي ريحتها مفيش فيها ايه اي زناخة من البيض. هاجي بقى عندي الحاجة جميلة قوي، وطبعا دي موجودة عندنا في كل بيت الايام دي كتير جدا في السوق، اللي هو بشر الايه، البرتقان. هجيب عندي كده ايه معلقه كده من بشر البرتقان، وهنزل عليها. طبعا هي مش هتبان في الكيكه خالص، لكن بتدي ريحه جميله جدا للايه للكيك. طبعا لو مش موجود بشر البرتقان ممكن تبشري ليمون، برضو بيدي ايه طعم كويس. بعد ما نزلت عليها بقى ببشر الايه البرتقان كده، هاجي عندي بكوبايه وربع من السكر. والسكر ممكن تقللي شويه او تزودي شويه، يعني اقصى حاجه كوبايه ونص، واقل حاجه ايه كوبايه، عشان ما تبقاش ايه عادبه معاكي. لكن بقيه المكونات بنستخدم كلها ايه بنفس الكوبايه، ما بنغيرش فيها حاجه. هاخدهم بقى ايه، هضربهم كويس جدا لحد ما لون السكر والايه والبيض يفتح معايا كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. هما كده تمام اهمت. هاجي عليهم بقى بايه، بكوبايه والا ربع من الزيت. كوبايه الا ربع من الزيت، عليها ايه معلقه من السمنه. طبعا ممكن تستغني يعني تعملي زيت بس، كوبايه الا ربع من الزيت بس، وايه هتبقى تمام او معاكي، وهتطلع برضو هشه وجميله جدا. وعندي بقى كوبايه وربع من الحليب. دي كوبايه وربع ايه من الحليب، قلنا بنفس الكوبايه. هاخدهم بقى ايه كده، اضربهم كويس تاني مع بعض، برضو حوالي ايه دقيقه كده ولا دقيقتين. وبعد ما ضربتهم هيبقوا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هاجي بقى عندي بين المواد الجافه كده، ده حوالي ايه دول كوبايتين ونص من الدقيق. كوبايتين ونص من الدقيق. ولو طبعا لو كيك، لو دقيق حلويات بيبقى ممتاز قوي. لو ما فيش كيك حلويات برضو بستخدم ايه دقيق حلويات، برضو بستخدم ايه كيك الدقيق اللي هو العادي، بس يكون نوعيه جيده، برضو بيطلع ايه في جميل جدا. هنزل عليه معلقه من الملح، وهنزل عليه معلقتين ايه من النشا. وهقلب ايه كويس قوي المكونات الجافه ايه مع بعضها طبعا. وكيس ايه من الكيك شيف، بيكون الكيس ده ايه 16 جرام كده. هاخدهم بقى على جنب، وهاجي ايه بالبولة بتاعتي هنزل بالمواد الايه السايلة كده. بعد ما ضربتها كويس ايه في الخلاط، هنزل بقى في البولة كده بالمواد السايلة. وبعدين بعد ما نزلت بقى هجيب عندي الدقيق. ونسيت اقولك طبعا الدقيق لازم دقيق الكيكة يكون منخول كويس جدا، لو عرفتي تنخليه مرتين يكون احسن، عشان تخرجي منه الرطوبة والكيكة تطلع معاكي ناجحة. هبدأ بقى انزل ايه على السوائل بالدقيق واحدة واحدة، ما تنزليش مرة واحدة. وانا مش هستخدم مضرب كهربي ولا حاجة، هستخدم ايديا، والنتيجة بتطلع هايلة برضو. لو عندك يعني هو ما اشتكاش المضرب الكهربي اضربي يعني، بس انا بستسهل. خلاص اهوت. هبدأ ايه انزل بقى الدقيق شوية بشوية، واضرب انزل شوية بشوية لحد ما هوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. هو ده القوام اللي انا ايه عايزاه. ما شاء الله لون الخليط فاتح جدا بسبب الخل اللي انا حطاه، وبسبب ان المكونات ايه مظبوطة. هو ده كده القوام اللي انا عايزاه. هاجي عندي بقى بصينيه كده، واحسن صواني لتسويه الكيك هي الصواني الالومنيوم. يعني انا عندي تيفال وعندي كل الانواع، بس انا بصراحه بعشق تسويتها في الايه في الالومنيوم. اولا بتوزع الحراره كويس جدا، ثانيا بتكون متحمله كده، والكيك بتحب صينيه تكون معاكي تقيله يعني عشان تطلع معاكي مظبوطه ايه من الفرن. هدهن بقى الصينيه عندي ايه بشويه كده بمعلقه كده من السمنه، ولو زيت برضو هيمشي مش هيشتكي يعني. وهترش عليها ايه رشه من الدقيق كده خفيفه بالفرشه كده. تعملي هنزل بقى بالخليط بالطريقه اللي انت شايفاها ديت. طبعا انا مشغله الفرن من اول ما بدانا في الايه في المكونات. لازم فرن الكيك يكون ساخن، يعني يكون ساخن كويس، مش اقل من 10 دقايق تكوني مشغلاه. هاخدها بقى على الرف اللي في النص. هي اخدت معايا تلت ساعة، ممكن تزيد 5 دقايق معاكي، لكن مش هتقل عن كده، وهتبقى تحفة. هتطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. شوفي الله اكبر اللون عامل ازاي، تحفة بجد. ولا بصي الكيكة يعني اللي يقولك ان هي ناجحة، بصي كده لشكلها من فوق مفيش اي تشققات،
ولا اي حاجه، ما شاء الله قطعه واحده. طبعا هي سخنه جدا، الافضل ان انت تسيبيها في الفرن ما تطلعهاش زي، بس انا عشان التصوير يعني. شوفي بقى قطعها هي طبعا ايه، شوفي هشه جدا. انت بقى لو ما تسيبيها ما تبرد، اولا المسام اللي جوه دي بتضيق اكتر، بتبقى زيرو اي فراغات، ما فيش فيها اي فراغات. تاني حاجه بتتقطع معاكي، ما بتقطعش زي كده. فسيبيها احسن تبرد، وما تخرجهاش من الفرن ايه غير لما تبرد. وبس كده. لو وصلتي معايا لهذا الحد، اوعي تنسي تصلي على النبي، وتساعديني اكبر القناه. بالله عليكي تحطي لايك حلو منك، بيفرحني وبيحسسني ان انا ما تعبتش في حاجه. بس كده سهل. بحبكم في الله.